اتكلم عن برج الساعة اللي موجود في قلب قلعة صلاح الدين. البرج اللي قدامك ده ناس كتيرة بتعدي عليه ومحدش بياخد باله منه، مع انه واحد من اغرب الهدايا اللي وصلت مصر. الساعة اللي موجودة في البرج دي قدمها الملك لويس فيليب لمحمد علي باشا كهدية، وبعض الناس بتقول انها كانت مقابل مسلة رمسيس الثاني اللي تم ايداعها لفرنسا سنة 1836 بناء على طلب ملك فرنسا لويس فيليب، ودلوقتي هي موجودة في ميدان كونكورد في باريس. لكن بناء على كلام دكتور مصطفى الوزيري الامين السابق للمجلس الاعلى للاثار بيؤكد ان مفيش دليل قوي بيربط الساعه دي بمسله رمسيس الثاني اللي موجوده دلوقتي في باريس، وان فكره ان هم بدلوا المسله بالساعه في الغالب هي مجرد شائعه علشان الساعه وصلت مصر سنه 1845 قبل ما الجامع والبرج يتبنوا اصلا، وراحت ساعتها على قصر محمد علي في شبرا. سنه 1855 اتبنى البرج في الجامع وساعتها نقلوا الساعه فيه. المشكله بقى ان الساعه ما اشتغلتش زي ما كانوا متوقعين، وعلى مدار سنين كان في محاولات كتير لاصلاحها، سنه 1943 وسنه 1984، وكل مره بعد ما تتصلح كانت بتبوظ تاني، لحد ما في 2021 اشتغل فريق مشترك خبير فرنسي جاي مخصوص علشان الميكانيزم اللي موجود جوه الساعه، والمرممين المصريين نفذوا كل حاجه على البرج، الزخارف والازاز، وركبوا نظام لف اوتوماتيك. دلوقتي الساعه تشتغل من غير تدخل يومي زي زمان. البرج نفسه تحفه فنيه، ارتفاعه حوالي 8 متر، في زخارف معدنيه وازاز ملون بيعمل انعكاس مع الشمس بيخلي البرج ده يبان من اي حته.